نتعرف بيكم فريق العمل. محمد خالد الشرباجي ليدر التيم، وعمرو محمد عبد البديع فريق نيمبولز، عمر عبد اللطيف منيش وطالب في كلية السادات. محمود خديوي جاب الله، فرقة أولى حاسبات السادات. يا اهلا وسهلا. أحمد علي يعني فريق العمل كله من حاسبات المنوفيه؟ حاسبات السادات. اهلا وسهلا. فرقة أولى حاسبات فريق دفعه اولى؟ فرقه اولى حاسبات السادات. هنتعرف على الابتكار اللي انتم عاملينه ونصوره ونعرف فايدته ايه. هو الموديل هنا عباره عن روبوتيك ارم بتفلتر وبتكولكت الجاربج، وحاطين عليها موديل اي بيديتكت نوع الجاربج دي، سواء بيبر سواء بلاستيك سواء ميتال، وبيفصل في كل بين بناء على النوع ده. وبس هذه الفكره ببساطه. يعني الفكره بعد كده اللي احنا ناويين ان شاء الله نطورها. طب لو الفكره دي هتتنفذ هتفيد بايه المجتمع او هتوفر ايه؟ نقدروا مثلا يعني الكليه توفر بدل ما تجيب كذا عامل نظافه مثلا وتدفع مرتب شهري لكذا حد كل شهر، فهي بتشتري روبوت زي ده مره واحده، والمفروض ان شاء الله يعني يبقى في حاجه هو كده هيوفر الايدي العامله. هيوفر في تاني حاجة احنا هيسهل فيما بعد عملية الريسايكلينج لأي طيب من الجاربج. يعني مثلا البلاستيك فيما بعد عايزين نعمل ريسايكلينج هيتجمع لوحده، فيكون يعني بيعمل عمليه فرز للمصنفات اللي هي النفايات مثلا اللي في المكان، سواء بلاستيك معدن ميتال وهكذا، فيكون سهل فيما بعد كل نوع يعمل له ريسايكلينج بقى ونستخدمه في حاجات ثانيه. يعني التخلص الامن من كل النفايات او المكان مثلا معادن بلاستيكات ورقيات كل ده. الفكره بقى ان هو بعد كده الروبوت ده يمشي مثلا في الكليه، يمشي في الكليه ينظفها لوحده. لو مثلا بالليل تسيبه يمشي وينظف لوحده بعد انتهاء المهام او بعد المحاضرات او بعد المكاتب او بعد الخروج من الجامعه ومفيش ايادي عامله، هو بيقوم زي دفعه اولى بس هيوفر على زي استثمار على المدى الطويل يعني بالتوفيق يا رب لجامعه السادات، واهلا وسهلا بكم على ارض كليه الهندسه الدكتوراه.